سلسلة الرينو من شركة اوبو من السلاسل اللي الناس حرفيا بتشتري منها وبتستناها كل سنة، والسلسلة دي محبوبة عند ناس كتير. واحنا النهاردة هنتكلم عن هاتف جديد من سلسلة الرينو 12 الجديدة. فهل هي كويسة السلسلة دي ولا مجرد نزول اسماء على الفاضي؟ هوضح لك كل حاجة، ولكن قبل بس ما اخش في التفاصيل عايزينك تعمل لايك واشتراك. عايزين نوصل 200,000 مشترك في نهاية السنة، واكيد انت اللي هتساعدنا بكده. ويا اهلا بيكم مشاهدين ومتابعين قناة موبي سي. احنا النهاردة هنتكلم عن هاتف اوبو رينو 12. هنتكلم كالعادة عن كل مواصفات الهاتف، المميزات، العيوب، السعر، وكمان المقارنة اللي هتكون في نهاية الفيديو. ولكن زي ما قلت اللايك والاشتراك، ويلا بينا نبتدي. في موبي سي تقدر تشوف مواصفات والسعر ومميزات وعيوب كل موبايل، وكمان مقارنة مع افضل منافس ليه، كل ده في فيديو واحد. نشوف اول حاجة تصميم الهاتف. وتصميم الهاتف هنا الصراحة شكله حلو، شكل الظهر مع التدريجات اللي فيه والتشبيحات كده شكلهم رايق. وشكل الكاميرات بالنسبة لي مش احسن حاجة، ولكن مش وحش، يعني كويس. وفي الاول وفي الاخر هو وجهات نظر واذواق زي ما بقول دايما. ظهر الهاتف هنا بيجي من البلاستيك. على طول نخش على الشاشة اللي هنا بتيجي بحجم 6.7 بوصة، جودتها فول اتش دي بلس، وبدقة 2412 في 1080 بكسل، مع معدل كثافة بكسلات 394 بكسل لكل انش، والشاشة نوعها اموليد، ومعدل تحديثها 120 هرتز، والسطوع بتاعها 1200 شمعة، وبتدعم ال HDR10 بلس، وعليها طبقة حماية جوريلا جلاس 7 اي. طيب الشاشة هنا نظامها ايه؟ بيني وبينكم الشاشة كويسة مش وحشة، ولكن الصراحة في السعر ده كنا نتمنى شاشة جودتها أعلى من كده، يعني جودتها 1.5 كي مثلا، مش 1080. ولكن في العموم يعني الشاشة مش وحشة، الشاشة كويسة، يعني 120 هرتز وجودة 1080 وشاشة أموليد مع مميزات زي ال HDR10 بلس، فهي هتقدم لك تجربة معقولة في السعر ده. ونخش بقى على أداء الهاتف أو المعالج. المعالج هنا هو ميدياتك ديمنسايتي 7300 انرجي، اللي بيجي بدقة تصنيع 4 نانو، والمعالج ده أداؤه قريب من معالج سناب دراجون 7 جين 1. المعالج هنا الصراحة كويس، يعني هيقدم لك أداء كويس سواء في يعني استخدام يومي، تصفح، ألعاب، برامج. كمان هو موفر للطاقة بشكل كبير عشان ال4 نانو طبعا. في العموم يعني المعالج هنا مناسب وكويس على الفئة دي، وبيقدم أداء يعني هيشغل لك الحاجات بشكل كويس. الجهاز بيجي بنسختين، الأولى 256 جيجا مع 12 جيجا رام، والتانية 512 جيجا مع 12 جيجا رام. والجهاز هنا بيدعم تركيب كارت ميموري خارجي، ولكن بيركب مكان الشريحة التانية لو انت عايز تركبه يعني. الجهاز بيجي ب3 كاميرات خلفية، الأولى 50 ميجا بكسل ودي الكاميرا الأساسية وفيها تثبيت بصري، والكاميرا التانية كاميرا ألترا وايد للتصوير بزاوية واسعة، والتالتة 2 ميجا بكسل ودي ماكرو علشان تصور بيها التفاصيل من قريب جدا. والكاميرا الخلفية تقدر تصور بيها فيديوهات 4K 30 فريم في الثانية، و1080 من 30 ل 480 فريم في الثانية، وفيها تثبيت إلكتروني وبصري. وكاميرا الهاتف الأمامية بتيجي 32 ميجا بكسل وبتصور فيديوهات 4K 30 فريم في الثانية، وفيها تثبيت بصري. بطارية الهاتف هنا جايب حجم 5000 ملي أمبير، بطارية الصراحة كويسة وهتاخد منها أداء كويس، يعني خصوصا مع المعالج الموفر للطاقة. كمان هي بتدعم الشحن السريع بسرعة ممتازة 80 واط، يعني تقدر تشحنها لحد 47% في 18 دقيقة فقط. الهاتف جاي من العلبة باندرويد 14 وبيدعم NFC، وما بيدعمش منفذ السماعات. منفذ الشحن بيجي من نوع تايب سي. سماعات الجهاز بتدعم الاستيريو، والهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة IP65، والهاتف بيدعم خدمات الجيل الخامس. ألوان الجهاز هم البني والبينك والفضي، والجهاز بيدعم البصمة موجودة في الشاشة. معلش ثانية من وقتك، وقبل ما نخش على المميزات والعيوب والسعر وكل الحاجات الباقية، معلش ثانية من وقتك اعمل اشتراك لقناة موبي سي. احنا بنتعب جدا علشان نقدم لكم المحتوى ده، وبياخد وقت ومجهود، فاللايك بتاعك والاشتراك مش هياخد منك ثواني، ولكن هيفرق معانا جدا. ويلا بينا نكمل. طيب بالنسبة لمميزات الهاتف، فالصراحة المعالج قوي وكويس على الفئة دي. الشاشة زي ما قلت يعني كنا نتمنى لو كانت أعلى في الجودة،
شوية في السعر ده زي المنافسين ولكنها كويسة. البطارية والشحن السريع ممتازين الصراحة. الكاميرا الخلفية فيها تثبيت بصري والكتروني ودي حاجة كويسة. طيب بالنسبة للعيوب، فالعيب اللي انا شايفه في الهاتف ده هو الشاشة. زي ما قلت الشاشة مش هتأثر معاك 1080 أموليد 120 هرتز، ولكن في السعر ده كنا نتمنى لو كانت بجودة 1.5K أعلى من كده شوية، أعلى من ال 1080. طيب قبل ما نخش على المقارنة اللي هتكون في النهاية، خلونا نعرف سعر الهاتف. بس خد بالك ان السعر في مصر وفي السعودية اسعار احنا متوقعينها، لان الجهاز لسه منزلش مصر ولا السعودية. الاسعار دي لنسخة 512 جيجا مع 12 جيجا رام. الهاتف نزل رسميا في الخارج بسعر $550. السعر المتوقع في مصر 20,000 جنيه. السعر المتوقع في السعودية 1600 ريال. طيب كده حلو قوي، ولكن لو انا مش عاجبني الهاتف ده، ايه بقى المنافس بتاعه في نفس سعره ونفس الفئة؟ هقولك عندنا هاتف ريلمي جي تي نيو 6 اس اي. الهاتف ده هو اقوى منافس لهاتف الاوبو رينو 12. فاحنا هنخش على مقارنة سريعة بين الجهازين، ولكن قبل ما نخش على المقارنة حابب اقولك ان احنا عملنا مراجعة لهاتف ريلمي جي تي نيو 6 اس اي. لو انت حابب تشوف المراجعة دي هتشوفها من الاي اللي هتظهر لك فوق دلوقتي. طيب اول حاجه نقارن المعالجات، وهنا معالج اوبو هو ميدياتك ديمنسايتي 7300 انرجي، ومعالج ريلمي هو سناب دراجون 7 بلس جين 3، وهنا معالج ريلمي بيتفوق بفرق كبير. اوبو جايب شاشه اموليد جوده 1080 ومعدل تحديث 120 هرتز، وريلمي جايب شاشه LTPO اموليد ودي اعلى من الاموليد بشكل كويس بجودة 1.5K و120 هرتز معدل تحديث. وهنا طبعا شاشة الريلمي تتفوق، وده اللي اتكلمت عليه في نقطة الشاشة قبل كده. اوبو بيدعم الشحن السريع 80 واط وريلمي 100 واط، وهنا ريلمي تتفوق. تعالوا بقى دلوقتي نشوف فرق السعر ما بين الجهازين. بس خد بالك زي ما قلت ان سعر اوبو ده متوقع، انما سعر ريلمي ضمان دولي في مصر. سعر اوبو المتوقع نسخة 512 جيجا مع 12 جيجا رام 20,000 جنيه. سعر ريلمي ضمان دولي في مصر نسخة 256 جيجا مع 16 جيجا رام 22,000 جنيه. في نهاية الفيديو لو عندك اي هاتف معين محتاج ان احنا نعمل له مراجعة اكتب اسمه في التعليقات، ومستني رايك في هاتف اوبو رينو 12. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة.